ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض فايش الافران او الفايش الصيامي. فايش نباتي سهل جدا وسريع كمان جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. هنبدأ بالمقادير. عندي هنا كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة من الخل، معلقة صغيرة من الكركم، 2 كيس من الخميرة، نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، وعندي معلقة كبيرة من المحلب. المحلب ده بيتباع عند العطار، هو حباته زي السمسم كده بس اكبر شوية. لما بنيجي نطحن الكمية اللي هناخدها لو فيها اي حاجة غير المحلب بنشيلها، بننضفه كويس وبعد كده بنطحنه في المطحنة بتاعة التوابل. ابتديت احط المكونات الجافة مع بعض، حطيت السكر والكركم والمحلب على الدقيق. لو حابة تحطي رشة ملح حطي، مش بحس انها بتفرق قوي في طعم الفيش. وقلبت المكونات الجافة مع بعض كويس. هبتدي احط الزيت والخل والمية. نص كوباية الزيت حطيتها زي ما احنا شفنا كده، ومعلقة الخل بتبقى محسن وبتدي هشاشة وطراوة للمخبوزات بتاعتي. حطيت كمان كوبايتين من المية الدافية وقلبت المكونات دي مع بعضها كويس. انا عادة بحط المكونات الجافة مع بعض والمكونات السائلة مع بعض، بسهل عليكم الخطوات. لكن طبعا تقدري تحطي الخميرة مع شوية مية ومعلقة سكر وتسيبيها لما تتفاعل، وبعد كده تحطيها على عجينة. هنعمل كده وهنعمل كده معاكم في القناة، ويبقى عندك كل الطرق واللي يريحك تقدري تعملي بيه. هعجنها كويس جدا وهشوف هتحتاج مية تاني ولا لأ. كده تمام، محتاجتش اي مية تاني. العجينة بتاعتي اتعجنت كويس طرية ومش بتلزق في ايديا ولا في البولة. هغطيها واسيبها تخمر، ودي النتيجة بعد ما خمرت العجينة بتاعتي. هبتدي اشكلها، مش محتاجة ان انا اهبطها ولا حتى اشيل الستريتش، هسيبه علشان العجينة وشها ما ينشفش. جبت صينية ودهنتها زيت كويس جدا من تحت ومن الجناب، ضروري ادهنها كويس علشان ما تلزقش الفايش في الصينية. جبت طبق صغير فيه معلقة من الزيت ودهنت ايديا بالشكل ده، دهنة خفيفة جدا. وهبتدي اخد جزء من العجينة اكبر من حجم الليمونة شوية، وبعد كده ابتدي الفه واعمله صوابع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دي طريقة للتشكيل، وهنعمل مع بعض طريقة الافران في التشكيل، ودي طريقة سريعة هنعملها مع بعض بعد الطريقة دي على طول. زي ما انتم شايفين كده عملت صابع بالشكل ده. نلاحظ ان هو هيخمر بعد كده تاني وهيتضاعف حجمه، فما نكبرهوش قوي علشان يبقى حجمه كويس بعد التسوية. رصيته في الصينية دي وهعمل كمان واحد معاكم بالشكل ده. كل واحدة هدهن ايديا كده دهنة خفيفة جدا بالزيت. طبعا تقدري بدل الزيت تحطي اي سمنة نباتي براحتك خالص. العجينة طرية جدا جدا وهشة معايا، والمقادير دي كويسة جدا ومظبوطة كمان، هتنبسطوا منها خالص. بصوا كده، لفيت الصابع التاني هاجي احطه في الصينية بالشكل ده. هرص جنب بعض، وبعد كده ما تقلقيش خالص رصيهم جنب بعض، لان الخمر هيبقى لفوق، يعني الخمر هيبقى ارتفاع لفوق، فانت ما خافيش رصيهم جنب بعض بالشكل ده. وهنشوفهم كمان لما يخمروا هيلزقوا في بعض اكتر، بس هنخرجهم بسهولة زي ما انتم شفتوا كده في مقدمة الفيديو. انا خلصت الصينية، هسيبها لما تخمر وهبتدي اعمل معاكم الطريقة التانية للتشكيل، ودي غالبا اللي بتعملها الافران علشان الطريقة دي سريعة. اخدت باقي العجينة وهبتدي ارش دقيق بالشكل ده علشان العجينة ما تلزقش، وبعد كده ابتدي افردها. ده مش كتير بس علشان العجينة لونها اصفر فظاهر فيها. كده بعد ما فردتها ابتدي بقى الفها زي ما احنا شايفين كده. بصوا هلفها بالراحة بالشكل ده، وبعد كده هبتدي الزق الاطراف، لانه الاطراف اللي لزقتها تبقى من تحت في الفايش فمش هتبان خالص. بصوا بلزقها كويس جدا علشان ما تتفتحش مني اثناء التسوية او الخمر. كده خلاص هبتدي برضو اجيب صينية. انا الصينية دي حاطة فيها سيليكون، مفرش سيليكون، لكن ممكن تحطي طبعا ورق زبدة او حتى تدهنيها زيت زي الصينية التانية، مفيش اي مشكلة.
انا شايفة ان الرول كبير، فانا هقسمه 2. عملت في صينية ستانلس وفي صينية ألمونيوم، ممكن كمان نعمل في بايركس، مفيش اي مشكلة خالص، كلهم تمام وتسويتهم حلوة خالص زي ما احنا هنشوف مع بعض كده. كده خلاص انا هسيب العجينة بتاعتي تخمر الصوابع، ودي لسه هنشكلها تاني بعد ما تستوي، وهنشوف هنعمل الفايش بتاعنا ازاي. هسيبهم لحد لما يخمروا، بعد كده نرجع نشوف الصوابع اخبارها ايه. بصوا كده الصينية خمرت والصوابع لزقت في بعضها، والخمر طلع لفوق، يعني خمر الفايش بالشكل ده بيطلع لفوق وبيبقى ارتفاع زي ما احنا هنشوفه بعد كده، او زي ما احنا شفناه في المقدمة. دخلتها الفرن على درجة حرارة 200، ما شغلتش الشواية خالص خالص، استوت من فوق ومن تحت زي ما احنا شايفين. الصينية التانية خمرت، هبتدي ادخلها الفرن برضو على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، مش هنشغل الشواية خالص. بصوا كده ده التسوية اللي احنا عايزينها، اللون الذهبي. وكده الفايش بتاعنا بصوا بيتفتح من بعضه بمنتهى السهولة. الارتفاع ده الخمر زي ما قلتلكوا بالشكل ده. طبعا هي سخنة جدا، المفروض ان انا استنى تبرد شوية، لكن انا خرجتها من الصينية علشان ما تعرقش وتطرى وتعجن، فاحنا بنخرجها بره الصينية ونسيبها لما تبرد شوية، وبعد كده نبتدي نقطعها بالشكل اللي احنا شايفينه. بس انا علشان اوريكم ونصور مع بعض الخطوات كلها ونشوف تفاصيل الحاجة اللي بنعملها. رصيت في نفس الصينية الفايش بعد ما برد، رصيته في الصينية بالشكل ده، وهرجع ادخله الفرن تاني على درجة حرارة منخفضة جدا، اقل درجة حرارة عندك. سيبيه يتحمص براحته علشان خاطر يبقى مقرمش، ما ياخدش لون من بره ويبقى من جوه طري، او يقرمش من بره ومن جوه طري. على اقل درجة حرارة في الرف اللي في النص دخليه، ما تشغليش الشواية خالص، سيبيه براحته يتحمص ويقرمش ويجف خالص، علشان حتى نسيبه بره التلاجة يعتبر من النواشف، فما بيبص وبيقعد فترة طويلة بره. بصوا الطريقة التانية اللي احنا عملناها، سبت الرول بعد ما استوى يبرد شوية، وبعد كده ابتديت اقطعه شرايح بالشكل ده. بصوا على حسب حجم الفايش اللي انت عايزاه بتبتدي تقطعيه. بصوا ده شكله، وده فايش الافران. العجينة هشة وباينة من الفايش ومن المخبوزات، وخفيفة جدا بتبقى بعد ما بتتحمص، لانه العجينة كويسة، المقادير مظبوطة، التسوية كمان عليها عامل مهم جدا. بصوا كده انا رصيت الكمية كلها، ابتدي ادخلها الفرن على درجة حرارة منخفضة 140 160 بالكتير، ما شغلش الشواية خالص. بصوا دي اللي بتبقى في الحرف الصينية، فبيبقى فيها جنب واخد من التحمير بالشكل ده. هنخلي الجزء اللي هيتحمص من تحت، وهنشوف بعد ما تحمص من تحت هنعمل ايه. انا رصيت الكمية كلها، هدخلها الفرن على اقل درجة حرارة، وبعد ما خرجت من الفرن زي ما احنا شايفين كده، بصوا اخدت لون من تحت واستوت واتحمصت من تحت بالشكل ده. ابتدي اقلبها الناحية التانية عشان هرجع ادخل الفايش تاني الفرن. ما بنشغلش الشواية خالص، كل التسوية على البوتاجاز من تحت. هتاخد وقت شوية في التسوية، لكن علشان تديني نتيجة صح ومظبوطة. بصوا الفايش حلو جدا وخفيف جدا بجد، والكمية دي كلها من كيلو من الدقيق، ما اخدش وقت خالص، وحاجة نظيفة عاملينها في البيت، وكمان ضامنين المكونات اللي فيها. كده بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها، ده الفايش الصوابع وشفتوا معايا، وده الفايش اللي هو الرول اللي قطعناه اهو. اتمنى تجربوه ان شاء الله يعجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.